السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطائر صاحب الألوان الزاهية والأشكال الجذابة المتعددة واللي أبهر الناس لسنوات عديدة بمهارته في تقليد الأصوات لدرجة إنه أصبح محبب للبشر وبيتم اتخاذه كأحد أهم الحيوانات الأليفة وأكثرها انتشارا. لكن يا ترى إيه قصته؟ إزاي يبقى في حيوان عنده القدرة إنه ينطق الحروف والكلمات بكل بساطة واللي تعتبر مهارة بيتميز بيها البشر فقط دونا عن باقي المخلوقات الموجودة على الأرض؟ ازاي الببغاء بيقدر يتكلم؟ ويا ترى اللي بيعمله ده عبارة عن كلام فعلا ولا لا؟ هل الببغاء مثلا بيمتلك اوتار صوتية وحنجرة زينا؟ ولو الاجابة لا، امال بيتكلم ازاي؟ اهلا بيكم، انا عمرو عابدين، والحلقة دي من اسئلة نص الليل هنجاوب على سؤال: ازاي البغبغاء بيقدر يتكلم زي البشر؟ وقبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. الببغاوات بتتواجد في المناطق الدافئة من العالم زي الهند وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا ونيوزيلندا، وما زال الببغاء محافظ على وجوده لحد النهاردة، وما انقرضش منه غير فصيلة واحدة بس في أوائل القرن العشرين كانت بتستوطن الولايات المتحدة الأمريكية. وبيتميز الببغاء برأسه الكبيرة نسبيا وعنقه القصير ومنقاره الصلب، وهو أحد الطيور المعمرة اللي بتعيش لفترات زمنية طويلة، وبيوصل متوسط أعمارهم من 25 ل 30 سنة، والأحجام الكبيرة منهم ممكن يوصل عمرها ل 100 سنة، ودي فترة زمنية مهولة مقارنة بباقي الطيور. ومن الأشياء الملفتة للانتباه إنه مخلوق وفي للغاية، والزوجين منهم ما بينفصلوش عن بعض إطلاقا مدى الحياة. ومن العادات المنتشرة عند الببغاوات إنه أثناء فترة احتضان الأنثى للبيض الخاص بيها واللي تقدر بحوالي 5 أسابيع، بيقوم الذكر في الفترة دي كلها بإطعامها والاعتناء بيها. يعني دلع ورومانسية مفيش بعد كده. ولو عندك انطباع إن المخلوق اللطيف ده ضعيف وهش، فخليني أقولك إنك غلطان. الببغاء بيتميز بقوة جسدية كبيرة بترتكز بشكل كبير في منقاره. الببغاء كبير الحجم عنده القدرة انه يكسر ثمرة جوز الهند من خلال نقرات بسيطة من منقاره، في حين ان الثمرة دي بيصعب على البشر انهم يفتحوها غير باستخدام المطارق والادوات المخصصة لكسرها. ده غير انه بيستخدم منقاره في عمل فتحات وتجاويف داخل جذوع الاشجار الصلبة علشان يبني جواها الاعشاش والبيوت. بعد ما اتعرفنا على الببغاء في السريع، خلينا نسأل سؤال صريح: هل الببغاء بيتكلم؟ في الواقع الإجابة لأ، الببغاء مش بيتكلم، لكنه بيقلد. وفي الحقيقة مش الببغاء هو الكائن الوحيد اللي عنده القدرة على التقليد. اللي ناس كتير ما تعرفهوش إن الغربان وطائر القيصارة والزرزور الأوروبي مصنفين كأحد الطيور الناطقة اللي عندها قدرة على التقليد، لكن قدراتهم بتكون محدودة عادة مقارنة بمهارات التقليد اللي بيمتلكها الببغاء. ما عدا طائر القيصارة ده قصة لوحده. وزي ما قلنا الببغاء مش بيتكلم، لكنه كائن مقلد عنده قدرة كبيرة على تقليد ومحاكاة أي صوت بيسمعه. لكن يا ترى إيه هي الآلية اللي بيقدر الببغاء من خلالها يقلد الأصوات؟ أدمغة الببغاوات بتختلف في بنائها الهيكلي عن أدمغة باقي الطيور. بيمتلك قشرة محيطة بالمراكز الصوتية في مخه مسؤولة عن محاكاة اللغة، بالإضافة لامتلاكه لوصلات عصبية بتساعده على تعلم الأصوات وتقليدها، وذاكرته الصوتية بتخليه قادر على تخزين الكلام وتقليده في الوقت المناسب. لكن طبعا مش من خلال أحبال صوتية ولا حاجة، ولكن بطريقة التصفير. فلو البشر بيمتلكوا حنجرة، فالببغاء بيمتلك ما يعرف بالمصفار أو صندوق الصوت، وهو ده العضو اللي بيساعده على الكلام بصورة قريبة من البشر، وبيكون موجود في الجزء السفلي من القصبة الهوائية. وبتقدر الببغاوات إنها تتكلم من خلال التحكم في الهواء اللي بيتدفق من خلال المصفار، وبالتالي بيصدروا الأصوات الخاصة بيهم. يعني كل الأصوات اللي بيصدرها الببغاء هي صوت صفير. ونظرا لأنه مش بيمتلك شفاه ولا أسنان تساعده على نطق الحروف، إلا أنه بيتحكم في مخارج الحروف بآليات مختلفة. يعني مثلا بالرغم من أن غالبية الحيوانات بتخرج الصوت من الحنجرة بدون استخدام اللسان، إلا أن الببغاء بيستخدم لسانه في التلاعب وتغيير نغمة الأصوات، بالإضافة كمان لأنه بيستعين بحركة رقبته علشان يحصل من خلالها على نغمة معينة. يعني لو حرك رقبته بطريقة معينة وفي اتجاه معين بيطلع نبرة، ولو حرك رقبته في اتجاه تاني بطريقة مختلفة بيحصل على نبرة صوت مختلفة. وباستخدام كل الوسائل السابقة دي مجتمعة، وبالإضافة لقدرته على حفظ الكلمات، بيقدر إنه يقلد الأصوات اللي بيسمعها وبيقوم بترديدها مرة تانية. طب خلينا نسأل سؤال كمان: هل كل الببغاوات بتتكلم؟
في الواقع مش كل أنواع الببغاوات عندها القدرة على التقليد وإصدار الأصوات. في أنواع كتير منهم بتكون أشبه بعصافير الزينة وبتصدر أصوات عادية تماما، ودي بتكون منتشرة في المحلات الخاصة ببيع الطيور. وللأسف بسبب الأنواع دي من الببغاوات بيحصل مواقف محرجة كتير. تلاقي الشاب من دول قد الباب ما شاء الله وواقف في محل عصافير عمال يتكلم مع ببغاء من دول وعمال يقول له قول بابا يا حبيبي، قول سكر، وحاجات غريبة كده. وبيبقى زعلان قوي ان الببغاء مش معبره. يا حبيبي النوع ده ما بيتكلمش. ومن اشهر الانواع اللي بتقدر تتحدث بطلاقة هو الببغاء الرمادي الافريقي، وببغاء الامازون، وببغاء البادجي، وببغاء كويكر، واخيرا الببغاء الهندي. الأنواع دي بتتميز بقدرتها على حفظ عدد كبير من الكلمات ونطقهم للحروف بصورة واضحة وسليمة. طب بالنسبة لأنواع الببغاوات اللي بتتكلم، هل يا ترى لو رحنا الغابة وجبنا واحد منهم وخدناه على البيت معانا وحطينا ايدينا على خدنا وفضلنا نبصله واستنيناه يتكلم، هل هيتكلم؟ في الواقع لا. الببغاء ببساطة بيعمل ردة فعل، يعني هو بيستنى صوت يحصل قدامه ويأثر فيه فيقوم يخزنه ويسترجعه مرة تانية على هيئة نغمة مسموعة يخرجها من المصفار الخاص بيه. ومن الحاجات المدهشة ان الببغاوات في البرية ما بيقلدوش أصوات بعض، ونادر جدا لما بيقلدوا صوت حاجة موجودة حواليهم في الطبيعة، وغالبا مش بيتكلموا بشكل مكثف غير مع البشر وبس. والمربيين بيعملوا بعض الأنشطة والتدريبات علشان يعلموا الببغاء الكلام، وواحدة من أسهل الأنشطة دي إنهم يحددوا في البداية كلمة معينة حابين الببغاء يتعلمها، وليكن مثلا كلمة السلام عليكم، ويقوم المربي بتسجيل الجملة دي في ملف صوتي وبعدين يقوم مشغلها ويفضل يكررها، مع الأخذ في الاعتبار إنه يسيب فترة زمنية بين الجملة والجملة اللي وراها، وده علشان الببغاء ما يتلخبطش ويستوعب إنهم جملتين منفصلتين ومش جملة واحدة. وبعد كده يقوم المربي مشغل الصوت ده جنب الببغاء لفترة معينة، ولما الببغاء ده بقى يسمع التسجيل كتير يبدأ تلقائيا إنه يحاول يقلد الكلمة ويكررها، ومع مرور الوقت بيبدأ يعتاد الكلمة وممكن يقولها في موقف آخر بدون ما يسمعها. والببغاء في المتوسط عنده القدرة إنه يحفظ ما يزيد عن 800 كلمة. ومن الحاجات الغريبة إنه عنده القدرة على ربط الأصوات بالمواقف، يعني عدد كبير من الببغاوات لما يشوف المربي بتاعه داخل من البيت يبدأ تلقائي يقول له مرحبا كيف حالك. بس ده طبعا مش معناه إنه بيطمن عليه، هو أصلا مش فاهم هو بيقول إيه. كل ما في الأمر إن المربي عوده إنه لما يشوف حد داخل من الباب يردد الكلمات دي، وبكده بيقدر يربط الحدث اللي قدامه بصوت معين. طب يا ترى هل الكائن الذكي ده تصرفاته بتتوقف عند تقليد الأصوات ولا لأ؟ الببغاء ذكي جدا ومصنف كأذكى الطيور على الإطلاق، مش بس بيتعلم ترديد الكلمات لكن عنده قدرة على تعلم بعض الحركات واكتساب مهارات عديدة عن طريق المربيين. ومنتشر عدد كبير من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجود فيها ببغاوات بتمارس أنشطة غاية في العجب. يعني ممكن تشوف ببغاء بيسوق عجلة، أو ببغاء بيميز الألوان، أو ببغاء بيقلد صوت التليفون والمية والمكنسة الكهربائية وجرس الباب وغيرها من الأصوات. ده غير إنهم كمان بيقدروا يجاوبوا على بعض الأسئلة. يعني ببغاء تلاقي المربي بتاعه ماسك شوية عصيان ملونة ويقول له كم عصاية ملونة باللون الأحمر، فيقوم مجاوبه على طول. وطبعا كل المهارات دي بتكون عن طريق التدريب والتكرار. ومن الطريف ان الببغاء هو الطائر الوحيد اللي ممكن ياكل باستخدام أقدامه بالنسبة له زي الإيد بالنسبة للبشر. مش بس بيستخدمها في المشي لكنه بيستخدمها في التقاط الأشياء والإمساك بالطعام والثمار. ومن الحاجات الغريبة اللي لاحظت ان بعض الببغاوات بتفضل استخدام قدم أكتر من التانية، بنفس الآلية اللي بيفضل بيها البشر استخدام الإيد اليمنى على اليسرى أو العكس. من الحاجات الطريفة اللي تخص الببغاوات هو الارتباط اللي بينهم وبين القراصنة. لو طلبت منك دلوقتي تتخيل شكل قرصان، هيكون الشكل في مخيلتك كالتالي: شخص ليه قدم خشبية وإيد مقطوعة وحاطط عصبة سوداء على عينه وماسك سيف، والمشهد مش هيكون كامل إلا بحاجة مهمة ألا وهي الببغاء اللي واقف على كتفه. القراصنة دايما بيظهروا وهم مصاحبين لببغاوات، والحقيقة من المرجح ان السبب في ارتباط القراصنة بالببغاء هو كون الببغاء عنده القدرة على المراقبة والتجسس، وممكن يتم تدريبه على نقل بعض المقتنيات من مكان للتاني. لكن مع ذلك ما نقدرش نجزم انه كان جزء من ثقافة القراصنة. كل ما في الامر انه تم استخدامه كتير في الروايات والاعمال السينمائية. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال: ازاي الببغاء بيقدر يتكلم زي البشر؟ واللي اول مرة يدخل القناة دي بنجاوب فيها على الأسئلة اللي ممكن تخطر على بالك وانت ممدد على السرير في نص الليل ومش جاي لك نوم.
وكالعادة لو في سؤال بيجيلك في نص الليل ومحيرك اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوبك عليه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول. واشوفكم الحلقة الجاية.